السلام عليكم. الأشجياح لمصنع الإسمنت بني صاف. النقابة نهار اللي كانت في مصنع إسمنت بني صاف، نقابة للأعوان الحراسة والمراقبة تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائري، كانت النقابة من 2012، وكانوا هذاك الوقت كانوا 3 مندوبين قبلنا يمارسوا النقابة من 2012 حتى 2017، كملت لهم الكونترا. العمال داروا تجديد فرع النقابي. تجديد فرع النقابي، هو تجديد فرع النقابي، الامضاء والبصمة. ومن بعد جاو العمال داروا تزكية، تزكية راهم سنين هنا. ومن بعد عطاونا محضر تنصيب، ها هو محضر التنصيب تاعنا بحضور الأمين العام للاتحاد المحلي بني صاف. ومن بعد قاعد داو لي كارت، هاما قاعد داو بطاقة انخراط، خلصوا 20 000 وداو بطاقة انخراط. شفتوا النقابة صحيحة، ما فيهاش 1% تاع غش ولا تزوير كيما تهمونا المسؤولين الشركة وقالوا العمال باللي هذه نقابة مزعومة. عليها داروا هذاك التصريح الشرفي للعمال والناس اللي كانوا مع الشركة، وكانوا السبب الرئيسي باش داروا هذا التصريح الشرفي وعاونوا الشركة. ها هما كاين 6 تاع ناس، كاين 6 تاع ناس. هادو راهم هنا، هادو كانوا عاونوا الشركة، هادو هما اللي كانوا يخوفوا في العمال وداروا تصريحات الشرفية. 6 تاع ناس. والناس اللي سنياو تصريح شرفي وما كانوش معايا في النقابة، ما سنياوش، ما كانش عندهم بطاقة انخراط وما داروش معنا التجديد، كانوا 52 واحد. 52 واحد هادو. هادو ما كانوش معنا من الاول، كانوا جابدين روحهم من الاول، بايعين البارتيه، مخوفينهم، عطيناهم الفو علينا بلي حنا نقابه وما يجيبوا لكم يخوفوا فيهم، ماشي رجال خوافين. الله يسهل عليهم، انا ما يهمونيش انا هادو. والناس اللي كانوا مسنيين معايا في النقابه كان 73 واحد و44. ها نهضر على هادو 44 اللي كانوا معايا في النقابه وعندهم بطاقه انخراط وراحوا يديروا تصريح شرفي. انا هذه نعتبرها خيانه الامانه. هاد الناس راك تشوف فيهم، هاد الناس شخصيه ضعيفه، هاد الناس غدارين، هاد الناس ما فيهمش ثقه. غلطوكم كي درتو تصريح شرفي هذا. علاه درتو هاد التصريح شرفي؟ الشركه جابت هاد التصريحات، جابتهم لي في المحكمه، بغات تبين بلي صحابك داروا عليك. بصح ما هذا اجراء غير قانوني داروه لكم، خوفوكم برك. راكم تشوفوا كاع الاسماء تاعكم راكم بالواحد هنايا، والقائمه المتواصله راكم 44 واحد. سنيت في النقابه وسنيت تصريح شرفي بلي نقابه مزعومه. نورمالمون نتوما قسما بالله المركزيه تتحاسبوا على هذا الاجراء. الخوف اللي دار لكم كيما هكا ولا شاوه ولا تدوروا على صاحبكم. محسوب كي نتوما كي درتوا عليا انايا ربحتوا، راكم تخلصوا غايه، نقدروا ديو الحقوق تاعكم. راكم محقورين 100%. ما راكم لابي 3 ملايين باين، الناس تهضر على 3 ملايين، مازال الناس تخلص 3 ملايين. الحقوق راكم تديوها، دروك تهدر ميزابي راهم دايرين فيكم حاله، تهدر برا الاوراق ما تديهمش. شي ربحتوا؟ ما ربحتوا والو. كون وقفتوا مع صاحبكم وكنتوا يد وحده بالكم نروحوا بعيد وكنا راكم غايه الغايه. بصح نتوما ما كنتوش نيشان، ما درتوش نيشان. والانسان اللي ما يدورش نيشان ويكون منافق وعنده 2 تاع الوجوه، ربي يخلص فيه، ما تخافوش. وكاع تخلصوها.
كاع الانسان اللي دار هذا التصريح الشرفي، سختو هذا اللي سنيه راه سنيه ودار تصريح شرفي باللي انا لا انتقم، انا لا انتمي للنقابه المزعومه، هو في النقابه. هذه شهاده زور. شوف غير انت مع روحك ما راكش، خاطر علاش الانسان اللي يكون راجل ما يديرش هاد الصوالح، يكون راجل كون كاع ماشي يعرضوا عليه والله ما راني مسنيش كون مانيش عارف شنو هو كيفاه ندور على صاحبي. بصح نتوما ما عندكمش كرامه، ما عندكمش شخصيه، الناس غدارين، وربي راه شاهد عليكم كاع عند ربي نتلاقاو. وكاع اللي خدع خوه ودار فيه حاجه، خاطر هما نتوما كنتو السبب، عاونتو الشركه باش تعاونتو عليا كاع كلكم، ماشي نتوما وماشي نتوما. انا الشركه نطويها، ما تقتليش انا الشركه والمسؤولين وهذوك اللي كانوا مع الشركه، بصح نتوما زدتو ضرطوا عليا، سما كاع تعاونتو عليا. هذا هو الشركه علاش انايا غلبتني، وكاع حكا ما غلبتنيش كي دخلتها للشرع غالبها، وعندي حق باش نولي خدمتي. بصح هما بصح ربي ان شاء الله يبين الحق وينصر الحق، كاع ما تخموش.